السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن الزجاج، كيفية صناعة الزجاج وبيتصنع من إيه والكلام من دوت. زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا في الفيديو، الإزاز بيتصنع من بعض الإضافات الكيميائية والرمال والرمل، ومش أي رمل، الرمل السيليكا ده رمل بيتضاف عليه بعض الإضافات الكيماوية عشان نصنع، وبعض المواد وبعض الأحجرة وحاجات كتير عشان نعمل صناعة الزجاج. طب بعد كده بيخش الرمل وهكذا هكذا، يطحن لغاية ما يبقى مادة لزجة وطرية تبدأ للعجن. بعد كده تبدأ تخش الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد كده تطلع تتصنع، تبدأ بقى تتصنع زي ما حضراتكم شايفين كده. يبدأ تتشكل تبقى إزازة وبينفخوا فيها وكلام من ده. يعني حضراتكم تشوفوا حاجات أنا كنت أول مرة أشوفها بصراحة. يعني صناعة الإزاز دي من الصناعات يعني إيه يعني الجميلة كده، مش يعني إيه يعني أنت تشوفها تستصعبها، بس هي بالنسبة طبعا لناس سهلة شغلهم وحرفتهم يعني كده. يعني تبدأ بمراحل إيه، تطحن رمل السيليكا، وبعدين تبدأ تصنعه، وبتبدأ تدخلوه النار على درجة حرارة عالية زي ما حضراتكم شايفين كده، تقطيعه وهكذا. الإزاز مش من السهل، يعني أنت تشوفها من بره سهل، بس هي عملية معقدة بالنسبة ليهم هما، حاجة سهلة جدا. ده إزاز زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي بيتلف ده إزاز، ويرجع يدخله النار كده تاني، وبعدين يبدأ يطلع زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين يبدأ يشكله. سبحان الله، بإيده مفيهوش حاجة، وهو لابس وقاعد كده وإيده باينة ورجليه ولابس شورته، يبدأ يحورها ازاي ويلفها. حاجة يعني بصراحة حاجة حلوة بصراحة يعني. سبحان الله. شوف كوباية المية يعني، أو إزازة المية أو الفنجان، أو شوف هنا، شوف الحاجات دي بيجيلك ازاي. شوف عشان يعمل الإيد يضيف لها نار وبعدين يلفها، وهنا عشان يعملها هو مثلا دي هيعمل فازها وهيعمل إيه. يعني سبحان الله، دي نار يعني. دي لو انت بس لو لمستها لمسه كده ممكن صبعك كتير. شو بيقصها يعني. هنا بعد ما قصه وظبط اهوت، هيبدا اهي طلعت اهي بالشكل، هيبدا بقى يزخرفها وينعمها والكلام من ده. بصراحه يعني لا يعني شغل تاني. ده برضو مصنع من المصانع يبداوا يجيبوا فيه ازاي هنعمل فيه الايه، الازاز. برضو جبت انا كام مصنع كده عشان تشوف حضراتكم. ده هنا بالازاز المكسر، ويبدأ ياخد حجاير، يبدأ يصفيه في الأول والكلام من دوت، يبدأ يحطه كله مع الرمل اللي هو السيليكا، رمل السيليكا والإزاز المتكسر وحجاير ومواد إضافية وحاجات كده يعني هما ليهم. يبدأ برضو ده مصنع يدوي برضو بطريقة تانية. يعني يبدأ بص عشان يعمل لها خرمة ويعمل إزازة أو كوباية أو فازة، بينفخ فيها. كل ما تنفخ فيها توسع معاك. زي ما حضراتكم شايفين هو هنا كده يعني ايه زي ما بنقول بيثبتها وينفخ فيها عشان تفضل على شكل معين. حتى الطفل الصغير والطفل اللي جنبه عادي، وكل واحد اللي لابس شبشب واللي بنص كم غير يعني. بص يعني هي بالنسبة لهم يعني حاجة سهلة، انت تشوفها انت مستصعبها يعني. ده نار، دي نار. الحاجات اللي هو بيلفها والكلام ده شغل نار. ازاز تخش النار وتطلع اهو، حب يوسع حب يضيق. هنا بعد ما خلص بيحطها في ميه عشان تثبت على درجة برودة معينة، يبدأ بقى يطلع يزخرفها زي ما حضراتكم شايفين. يبدأ يزخرفها وينحتها كده ويخف منها، يديها لون، ينعمها، يظبط الكلام فيها كده، وتبدأ تتصدر وتبيع. فبصراحة يعني شغلانة جميلة وعجبتني والله. يعني ازاي تصنع الإزاز. هنا بعد ما خلاص بقى كله ظبط ورخم وظبط الكلام وعمل عليها النقوش بتاعتها، فيبدأ بقى يحطه في الكيس طبعا، ويحط فيها ورق والكلام من ده عشان ما تحاولش تبقى الاحتكاك ما بينها والكلام من ده. لو مصنع تاني برضه يبدأ من الأول ازاي يصنع وازاي يبدأ يعمل برضه على درجة حرارة 1500 درجة. طبعا 1500 درجة دي حرارة مئوية انت ما تتخيلهاش، جهنم قدامه. دي نار كده، اللي بيفتحها دي نار، كل اللي بيتعمل دي نار بمعنى كلمة نار. يعني انت يعني شوف هنا اللي هي الإيد بتاع الشفشة يعني بتتعامل ازاي. سبحان الله يعني. ويبدأ يوسع ويضيق فيها زي ما هو عاوز.
بصراحة. هنا برضو بيصنع كاس، ازاي تصنع كاس برضو لسه ما عملوش قعدته. طول ما هو شغال بيوسع ويضيق، شغل نار تحت ايده يعني وسع من نار تحتيه. هنا هيبدأ بقى يعمل لها القعدة بتاعتها اهوت. وبرضه بالنار، كل شغل النار اوسع اضيق، شغلانة صعبة مش سهلة. احنا نشوفها كده شيء مش بس هو خد على كده يعني بالنسبة لهم لا تعتبر. النقطة دي حلوة أوي. شوف النار عندك، اللهم أجرنا من النار. دي نار اللي بيعملها دي مفكرينها احنا فطيرة، اللي هو جايبها وفاردها دي مفكرينها فطيرة. دي نار يعني حاجة يعني اللهم أجرنا عذاب جهنم يا رب. يعني شوف النار تنفرد بقى وتمشي على السير وبعدين يقطع منها ويعمل. صعبة يعني. الراجل دوت المصنع ده في فلسطين. شوف حاجة بالنسبة له سهلة جدا يعني، يوصل ويعمل سهلة، وبينفخ فيها عشان يوسع فيها. شيء جميل يعني وبسيط بالنسبة لنا احنا، طبعا حاجة صعبة. دي نار اللي جنب ركب يقول نار، وشيء عادي جدا جدا يعني. وده كل ما كان لدينا في الفيديو دوت، ويا ريت يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.